لو صحيت في يوم ولقيت ان انت خسرت كل حاجة، فلوسك، تجارتك، شغلك، هتعمل ايه؟ ده بالظبط اللي حصل مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف اما هاجر من مكة للمدينة، وكان من اغنى اغنياء قريش. ساب تجارته، ساب بيته، ساب اسرته، ساب اللي هو متعود عليه علشان نصرة الدين. ورغم ان كتير من الانصار عرضوا عليه مساعدة وعرضوا عليه ان هم يشاركوه، قال لهم ايه؟ بارك الله لكم، دلوني على السوق. يعني اول حاجه هو عملها، هو عارف كويس قوي ان هو شاطر في التجاره ودي نقطه قوته، وعارف ان هي دي الحاجه اللي ممكن يبدا يسترد بيها كل الحاجات اللي هو خسرها قبل كده. وفعلا هو ده اللي عمله، وراح على السوق وبدا التجاره، وكان من اغنى اغنياء المسلمين، وكان بيشارك في تجهيز غزوات، وكان بيشارك للفقراء، وكان ليه دور كبير جدا في نصره المسلمين اقتصاديا. فبنتعلم من قصة سيدنا عبد الرحمن بن عوف مع الهجرة مش قصة التجارة والاقتصاد بس، ولكن بنتعلم منها ان ازاي الواحد يفكر ان هو يقوم من جديد لو حصلت له اي ازمة او اي مشكلة. مهم جدا ان الواحد يعرف ويفكر انا قوي في ايه وشاطر في ايه، وايه الحاجات اللي ممكن اقدر بيها استرد الحاجات اللي كانت عندي. وكمان سيدنا عبد الرحمن كان ذكي جدا في ان هو يفهم العرض والطلب، ويفهم احتياج السوق عامل ازاي. مع طبعا اعتماده على شبكة العلاقات اللي كونها من ايام تجارته وهو في قريش، استغلها كمان في المدينة علشان تساعده ان هو يكبر ويزدهر. ففي ناس اول ما تضيق عليهم الظروف يبدا يخش في دور الضحيه، ويبدا يقول الدنيا ظلمتني ولايف از نوت فير، وبينسى الحاجات اللي هو المفروض يعملها والحاجات اللي تكون موجوده في ايده ويقدر يقوم بيها، علشان ده هيساعده ان هو يمسك زمام اموره ويتحمل المسؤوليه. الحياه رحله كبيره، كلها فرص، كلها احتياجات، كلها ابتلاءات وازمات، ولكن الشاطر في الاخر هو اللي بيعتمد على ربنا سبحانه وتعالى وبيمسك زمام الامور ويتحمل المسؤوليه، ويفكر دايما انا ايه اللي في ايدي اقدر اعمله عشان انجح وتقدم وتخطى الصعاب اللي بتكون قدامي. يا ترى في وقت لو اتسحبت مننا اي مميزات ربنا كان مديها لنا، هنقدر نصمد ونقوم زي ما سيدنا عبد الرحمن بن عوف عمله؟